السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده عملنا ايه يا جماعة؟ النهارده عملنا تحلية حلوة قوي ببواقي الكيك. طريقة سهلة بسيطة مش مكلفة، وكمان حلوة قوي قوي للصيف. تبرد كده من حر الصيف يا جماعة. حاجة بجد تحفة، مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. خشي معايا كده وشوفي الطريقة، ان شاء الله الطريقة تعجبك وتقومي حالا تعمليها. هنا بقى هنعمل الصوص ده عبارة عن ايه؟ كوباية كبيرة من المانجا. تمام، عصير مانجا يعني. عليها ايه؟ عليها معلقتين اتنين من السكر على حسب الرغبة، على حسب ما انت عايزة. عليها معلقتين اتنين من النشا. تمام كده زي ما انتم شايفين. وقلبت النشا طبعا على البارد عشان خاطر ايه؟ ما تكلكعش مني. لو انت حطيتيها على النار وجيتي حطيتي النشا هتكلكع منك. لا، النشا يا جماعة بتتدوب الاول على البارد. تمام كده. وابتدي اقلب كده لحد ما الصوص بتاعنا يتقل معايا. تمام. بس اهم حاجة ايدك على طول فيها عشان ما تكلكعش منك. بصوا كده، ده كده التقل بتاع الصوص بتاعنا. شايفين قد ايه خطير ولونه تحفة اهو بالشكل ده. نطفي عليه بقى. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. عندكم يا جماعة بواقي كيك ومحتارين تعملوا بيها ايه؟ تعالوا اقول لكم على وصفة خطيرة هتعجبكم جدا جدا. وصفة سهلة وبسيطة، وفي الاخر هتديك شكل وطعم خيال بصراحة. وصفة تحفة. انا عندي كمية هنا من الكيك. تمام. كمية فاضلة زي ما انتم شايفين كده. هبتدي احطها في الصينية رصها اهو بالشكل اللي انتم شايفينه معانا ده. الوصفة دي على فكرة انا عملتها معاكم قبل كده حبايبي، بس حبيت ايه افكركم بيها لانها وصفة جميلة. وكمان احنا في موسم المانجا. الوصفة دي برضو بتتعمل بالمانجا. فعايزة اقول لكم هي وصفة خطيرة وسهلة وبسيطة، لكن بصوا بصراحة الوصفة دي يعني خطيرة قوي قوي قوي. وانا بحب ايه كل فترة كده اعملها صراحة. بصوا كده. كده انا خلاص حطيت كمية اهي الكيكه اللي عندي زي الفل اهو بالشكل ده اهو. هبتدي اجيب ايه بقى؟ عصير مانجا يا جماعه. عصير مانجا. تمام. بصوا كده، ده عصير مانجا فريش اهو. اهو حطيته سايد بيه الكيك بتاعنا اهو بالشكل ده. فردتها في قلب البايركس كله وسقيت بيها ايه الكيك التحفه ده اهو بالشكل ده. هنا بقى بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده بكون محضرة كريم شانتيه. تمام. هنزل عليها بالكريم شانتيه. بصوا قبل ما انزل بكريم شانتيه نزلت كده بحبة من المانجا المكعبات. حبيت اطعمها كده بمكعبات المانجا بتبقى تحفة. وهنا ده الكريم شانتيه يا جماعة عبارة عن ايه؟ باكت من الكريم شانتيه وكوباية مية ساقعة او بديل. ممكن تبدلي كوباية المية الساقعة بكوباية لبن ساقعة وبالمضرب وتضربيها. بصوا الكريمة تحفة بجد خطيرة. شايفين الكريمة حلوة قد ايه اهو. وهنبتدي ننزل على الكيك بتاعنا والصوص بالشكل ده بالكريمة ونوزعهم كويس في قلب الصينية. بصوا بقى كده بعد ما وزعنا الكريم شانتيه في الصينية بالشكل الجميل ده هنبتدي ننزل بطبقة كمان من الكيك. تمام. بسم الله. طبقة حلوة كده من الكيك برضو تاني اهو بالشكل ده. بعد ما حطينا الطبقة الأخرانية بتاعة
الكيك بتاعنا. هننزل بقى بالصوص الخطير اللي احنا عاملينه دوت. بسم الله، واحده واحده كده اهو بالشكل ده. وهنا حطينا بقى مكعبات المانجا زي ما انتم شايفين كده، زيناها بمكعبات المانجا. بصراحة وصفة خطيرة وتحفة وسهلة وبسيطة، وكمان مش مكلفة ولا خدت مننا لا وقت ولا مجهود، وتحلية حلوة قوي قوي في الصيف. دخليها التلاجة بقى وسيبيها قد ساعتين 3 كده بقى، وطلعي وقطعي منها وكلي. يا سلام، مش عايزة اقولك حاجة كده يعني خطيرة خطيرة بجد. وبألف هنا وشفا.